دكتور، نكمل حوارنا احسن في حاجه يمكن جاده مفيده. احنا خايفين من ايران ليه؟ ليه السلفيين خايفين من فكره التشيع؟ هل فعلا في خوف علينا احنا السنه من انه الناس تقلب مذاهبنا؟ خاصه وانه لعلك تتذكر ان احنا كنا في وقت من الاوقات نتبع المذهب الشيعي، ثم جاء صلاح الدين الايوبي وصلى الجمعه وقال ان احنا بقينا سنه فبقينا سنه، وطبقا للقاعده المصريه ان الناس على دين ملوكهم. شوف، اولا انا على يقين كامل ان الاسلام هو الاسلام ما جاء به الكتاب القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم. نحن مسلمون، من عظمة الشعب المصري أنه شعب مسلم لا يعرف التعددية ولا الانقسام، يعرف أنه مسلم، لا فرق بين الشيعة ولا الشيوعية حتى. بيعرف اما يجي يتجوز يقول له على مذهب الامام ابو حنيفه النعمان، لا عارف مين ابو حنيفه النعمان ولا مين. بان احنا انا حنيفه طب هو ايه الفرق بين ابو حنيفه النعمان والامام الشافعي؟ ده قال ايه وده قال في ايه؟ مالك. ماذا قال فلان في ماذا؟ ولا حد عارف، ولا حد مهتم يعرف، ولا حد مهتم. احنا بنحفظ القران، وافضل من يقرا ويحفظ القران وبنتدبر القران. مساله المذاهب هذه هي مذاهب العلماء. وقيل ان اختلاف العلماء رحمه بالمؤمنين. وفي مذاهب تتبع السنه تسمى بالسنه الاربعه: المذهب المالكي، المذهب الحنفي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي الامام احمد بن حنبل. وبجوار هذه المذاهب الاربعه هناك مذهبين لاهل الشيعه: مذهب الجعفري بالنسبه للامام جعفر الصادق اللي هو الاثنى عشريه، والمذهب الثاني الزيدي. الامام جعفر الصادق هو الامام جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمه، نسل النبي، ابن علي وفاطمه، نسل اصيل للنبي. الامام زيد هو زيد ابن علي بن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمه. فهم الامام جعفر هو استاذ الامام ابو حنيفه، ومكانه المدينه المنوره في مسجد جدي صلى الله عليه واله وسلم. علماء وفقهاء. هناك مذهب في عمان، مذهب الأباضية، ده موجود في يعني كانوا يقول أنه هؤلاء خوارج، مجموعة ما بين الإمام علي ومعاوية. هناك مجموعة خرجت عن هذا وهذا في الصراع بين حول من يكون يعني أميرا للمؤمنين، هل الإمام علي عليه السلام ولا معاوية؟ فانقسموا عليهم وخرجوا. عبد الله بن أباض في أتباع موجودين في عمان، نص عمان مسقط وكل احنا أباضيين. وانا عشت في عمان مصلي في جامع السلطان قابوس، وياما خطب الشيخ احمد يعني هو مفتي عمان احمد الخليلي، وما شفتش حاجه خالص. كل المصريين في مصلوا ورا الشيخ احمد الخليلي، صار مسلمين احنا. ولو يعني امتدادات في بعض دول المغرب العربي، خاصه في تونس والجزائر. ادي 6 في المذهب، يعني كلا 7. وفي مذهب اللي هو يعني اقرب الى المالكيه اخر، الظاهري، ابن حزم الاندلسي. هذه المذاهب ال8 يعني كان من اسبوع او 10 ايام رئيس الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اغلو كان زارنا في الاهرام في مركز الدراسات، وسالته سؤال: أين أنتم من الصراع الذي يقسم المسلمين بين سنة وشيعة وغيره؟ قال: أنتم لا تقرأوا، إحنا عندنا فتوى من كبار علماء الأمة بأن المذاهب ال8 مذاهب إسلامية، وكل من ينتسب إليها مسلم كامل، ومؤمن كامل. مؤمن يعني أركان الإسلام تنطبق على الجميع: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة وحج البيت على الجميع. ثم الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الكل مؤمن بهذا. الاختلاف فيه فروع بسيطة، الأصول واحدة، هو القرآن والسنة. إذن هناك ده اجتهادات علماء. كما نحن لا ندري الفروق البينية أو تحليل مقارن في قضية معينة بين مذهب ومذهب، في مادة تدرس في الأزهر الشريف، مادة الفقه المقارن، وهناك المتخصصون في هذا. وكان الله يرحمه الإمام الأكبر محمود شلتوت. والمشكلة والتشيع معناها الانحياز إلى آل البيت، إلى علي. وبدأت المشكلة
فور وفاة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما اجتمع الصحابة في سقيفة، وكان الإمام علي ومعه الفضل بن العباس. سيدنا الرسول قال من يكفنه ومن يغسله؟ الإمام علي وابن عمه الآخر الفضل بن العباس، يعني علي بن أبي طالب والفضل بن العباس أبناء عمامتين. أثناء هم موجودين في تغسيل الرسول وتكفين صلى الله عليه وسلم، اجتمعت الأمة وانقسموا بين المهاجرين والأنصار من الإمامة والوزارة، وأخيرا تم ترشيح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله. والراجل قال كلام لا يمكن، لم يقل حد الأصول السياسة أصول الحكم، عندما قال لست بخيركم إن رأيت فيه خيرا أعينوني وتشرا فقوموني ولو بحدث. هذه أصول السياسة، وأن الحكم سياسة، وأن الحكم هو للمسلمين، لم ينص أن فلان ولم يورث أحد. هناك من قالوا أن هذا الإجراء خاطئ وتم استبعاد الإمام علي وانحازوا إلى علي، ولكن علي لم يثر، وظل عمر وعثمان. طب ليه هذه حادثة. هذه الثانية حادثة الإمام الحسين عندما خرج وكان يجبر يزيد ابن معاوية، وأراد أن يجبر الإمام الحسين على أن يبايعه، فرفض الإمام الحسين أن يبايعه، لأن خروج على الاتفاقية التي كانت بين الإمام الحسن بن علي وبين معاوية. الإمام الحسن هو الإمام، هو الخليفة الخامس. الناس بتتناسى الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، لا، هو الإمام الحسن بن علي بيوعى خليفة لرسول الله بعد وفاة أو قتل الإمام علي. تنازل لحقنا لدماء المسلمين لمعاوية بشرط أن بعد انتهاء حكم معاوية لا توريث، ولكن أمر شورى للمسلمين وأن تختار الأمة من تراه. وقتل الإمام حسن بالسم، وفي نهاية عهد معاوية ولى ابنه يزيد، وجاء يزيد يطلب البيعة في المدينة، هو مقيم في دمشق حيث الحكم الأموي، وبقى حكم وراثي لأول مرة في التاريخ، حكم الوراثي، وجاء يطلب البيعة من الإمام الحسين. الإمام الحسين لم يره أهلا لذلك، قال له أنت دعي ابن دعي ولا تصلح، وقال له البيعة أو قال له السيف، والحسين لا يملك سيفا، وخرج إلى من المدينة ليواجه جيش يزيد، والعراقيين طلبوا أن يعني هم يكونوا جيشه، وفعلا كانوا جيشه، عشان نبرئ إخواننا العراقيين لم يخونوا الحسين، ولكن اللي هو جيش يزيد أو جيش زيد هو يزيد بن أباه أو زيد بن أباه اللي هو سمي ابن أخو معاوية، وجاء وأعطيه اسم أنه هو ابن أبي سفيان، وأخذ الحسين إلى الصحراء قبل أن يصل جيشه اللي جاله من العراق، وكانت موقعة كربلاء الشنيعة اللي مات فيها كل آل البيت، ومعهم 15 من الصحابة حوالي 74 ما عدا طفل واحد كان في حماية عمته السيدة زينب، وكان يريد أن يخرج وهو عنده حمى، تخرج يا علي لماذا؟ قال لها دافع عن أبي. كان يقطع الإمام الحسين، وهو صرخ في السيدة فاطمة وقال لها السيدة زينب ادخل علي حتى لا ينقطع نسلنا. الإمام الحسين وهو يعني في عز الأزمة وقبل الموقعة القتل، يعني ده كلام معروف تماما. وهنا بقى المندبه اللي بيعملوها اخواتي، ان هو في عز قبل ما يعني اسبوع كامل من الحرمان من الماء والحصار الكامل وضرب بالسيوف، وقبل المعركه ما تبدا داخل عليه السيده زينب لقيته يبكي يدمع، قالت اتخشى الموت يا حسين؟ قال لها اغرب عني، نحن ابناء محمد لا نخشى الموت. قالت ماذا يبكيك؟ قال غفوت ثواني فرأيت القوم يدخلون النار بقتلهم لنا فبكيت عليهم. قالت له أتبكي على قاتلك يا حسين؟ قال لها هكذا نحن أبناء محمد. هذه الموقعة تركت أثرها عند مسلمين كتار انحازوا إلى الحسين أو هذا الحسين، والذي قطعت رأسه وحملت الرأس على الرمح، وعلي الطفل قيد وخذ من كربلاء إلى الكوفة، والنساء السيدة زينب تتقدم نساء الرسول حتى وصلوا إلى دمشق على الأقدام وشتتوا، هناك من انحازوا إليه، كل من انحازوا جوبهوا بالعنف والقتل والتنكيل. حتى الإمام أبو حنيفة عندما آوى الإمام زيد أو أحد أبناء الإمام زيد وجه وعنف الإمام أبو حنيفة وهو في العراق. مآسي كثيرة جدا. انقسمت الأمة أن 1400 سنة. ألا يكفينا هذا الانقسام؟ ألا يكفينا أن احنا نبجل آل البيت ونحترمهم، ونحن مأمورون من الله سبحانه وتعالى بحب آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من يريد أن يحب محمد عليه أن يحب آل بيته، ومن أحب محمد أحب الله. ده كلام مهم يا أستاذ عادل، احنا بعيدين عنه. ولا أنا بقول إن التشيع
والشيعة مسلمون كويس. والإمام إمام الأزهر الشريف محمود شلتوت أكد اعترف. هذا، ومنظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد هذا، ومجمع الفقه الإسلامي في الأردن بوجود 177 عالم. إذا بماذا تفسر هذه الحرب؟ يعني إذا أولا أنا عايز أقول، أنا بفسر إن عندما يجيني أبناء مذهب سياسي، مذهب ديني، ويكفروا الآخر، هذا خروج عن الدين، ومن كفر مسلما عليه وزره. ولكن أنا شايفه هو محاولة للتفرد المذهبي وإقصاء كل المذاهب حتى يبقى مذهب واحد فقط. أنا بقول إن نحن لسنا في طرف هذا الصراع المذهبي لسببين اثنين. السبب الأول مصري، وإن بلدنا بتغرق بتضيع. بس أنا عايزك تذكرني بما حدث من كوانديزا رايس عن ما يسمى أنا بقول لحضرتك الشرق الأوسط الجديد. ما أنا بقول السببين اثنين تخلينا نرفض. أولا أن الانقسام المذهبي انقسام للأمة وللمسلمين، وهذا هذا طرف بالنسبة لنا كمسلمين. إحنا مسلمين، احنا مسلمين ومحبين لله ورسوله وصحابته وندوب حبا في آل البيت والصحابة. صحيح. كمصريين. ولذلك فإن دعونا من هذه الانقسامات، وإيران مش مشغولة بالمسألة دي بدليل إن في سنة كتير في إيران، وكان أولى بإيران إن هي يعني هل احنا أمام مؤامرة سياسية؟ مش مؤامرة سياسية، هو جزء من يعني زي ما إخواننا السلفيين، هو فقه الأولويات. فرضوا علينا في مجلس الشعب في جمعية تأسيس الدستور معركة أولى ووحيدة، هي معركة الشريعة. وكأن مصر دولة غير مسلمة، وأن الإسلام في خطر والشريعة في خطر، وكانت النتيجة دستور هزيل. الآن وإحنا بلدنا بتغرق يفرض علينا معركة جديدة، سنة ولا شيعة. فإحنا نقول هذا غير وارد. قلت أكثر من سبب إن إحنا مشاكلنا كتير، علينا نهتم بمشاكلنا أولا، علينا أن نهتم بمشاكل الإنتاج والإبداع، ونبقى نقف على رجلنا كبلد. واحنا مسلمين والحمد لله، اسلامنا محفوظ وقراننا محفوظ وديننا محفوظ بالله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان ايران بتبني نفسها كقوه اقليميه كبرى. النهارده ايران دخلت مرحله الانتاج النووي، عندها صواريخ صناعه، عندها اقتصاد، عندها واصبحت هي وتركيا وايران واسرائيل القوه الاقليميه الثلاثه. القوه الرابعه الضلع عشان المربع يكتمل هو مصر الغائبه. الخوف من ايران هو خوف السيطره من إيران القوية كقوة إقليمية، السياسة، الاقتصاد، دول منافسة ولا مش منافسة لينا، إنما الدين ومذاهب هذا غير وارد. أنا بقول إن إيران فيها شيعة، فيها سنة كتير جدا، كان ممكن لو هم قضيتهم التشيع ما يعملوا التشيع عندهم. اللي نحن بننساه إن من يواجهوا العنف والعنف الحقيقي والإقصاء الحقيقي هم عرب الأحواز، هم قبائل بني كعب الموجوده في الاحواز، والاحواز ارض عربيه. بس هو الصراع الشيعي السني يا دكتور هو كان زي ما حضرتك تعلم هو مشروع كوانديزا رايس عن الشرق الاوسط الجديد. ده الجديد. كيف يمكن ان احنا نخلق صراع وحرب؟ انا بقول لحضرتك ان هناك هذه الاسباب كلها مجتمعه تمنعني. السبب الاخطر اللي حضرتك اتكلمنا عليه ان ايه قضيه اشمعنى دلوقتي احنا كلمنا علاقات عمرنا مع ايران، وقطعت ايران سنه 79 لما مصر وقعت معاهده السلام المصريه الاسرائيليه في زياره للرئيس ابو عمار ياسر عرفات. اول ما قامت الثوره تحولت السفاره الاسرائيليه الى سفاره فلسطين، واول رئيس دوله يزور ايران هو الرئيس ياسر عرفات، هو من زار. وفي لقائه مع الامام الخميني بحضور المترجم الخاص للامام الخميني الاستاذ محمد صادق الحسيني، هو صديق عزيز، اكد في اكثر من لقاء ان الرئيس ياسر عرفات هو الذي طلب من الامام الخميني اتخاذ موقف من مصر، ان لو احتذي بالموقف المصري بعمل سلام مع اسرائيل ضاعت القضيه الفلسطينيه، قصد قطع العلاقات مع مصر. احنا العلاقه بين مصر وبين ايران وصل الى درجه المصاهره. يعني اخت الملك فاروق كانت زوجة الشاه ايران. بس كل الدول العربيه فاضل لي دقيقتين دلوقتي عايز اعرف. يعني كل الدول العربيه صديقه لايران، والدول الخليجيه صديقه لايران، والمصريين في الخليج وفي العراق عاشوا في وسط الشيعه ولم يتشيعوا. اجل الخطر الاكبر ان احنا نسير على خطى اعدائنا وننفذ الخطه الامريكيه الاسرائيليه لتبديد هذه الامه. في الحرب الاسرائيليه عام 2006 على لبنان وحزب الله، خرجت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس وقالت من رحم هذه الحرب سيولد شرق أوسط جديد. إيه معالم الشرق الأوسط الجديد؟ ده غير الشرق الأوسط الكبير اللي كل المحافظين الجدد جاءوا لغزو العراق واحتلاله لفرض الشرق الأوسط الكبير. نبقى نتكلم على الشرق الأوسط الكبير في لقاء آخر. إنما هذا الشرق الأوسط الجديد قالت أهم معالمه واحد،
أن يتوارى الصراع العربي الإسرائيلي كمحدد للعلاقات الإقليمية. يعني إيه؟ يعني الدول الجزائر، المغرب، سوريا، السودان، اليمن، دول بعاد عن إسرائيل، ما يعملوا علاقات مباشرة مع إسرائيل. ليه ما يعملوش علاقات مباشرة؟ ننسى فلسطين لأنها مش أساس العلاقات. نعمل علاقات إقليمية بيننا وبين الإسرائيليين بغض النظر عن تطورات القضية الفلسطينية. هذا أول حاجة. الأمر الثاني أن الصراع العربي الإيراني يجب أن يحل محل الصراع العربي الإسرائيلي. كانت تبقى إسرائيل وتصان. إسرائيل اللي جاء الرئيس أوباما عندها من أسبوعين وقال أنها دولة يهودية ولم يتحرك أحد. صحيح، واعلن القدس عاصمة والقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية اليهودية ولم يتحرك أحد. صحيح. قال الموقف ان الصراع العربي الايراني يبقى البديل للصراع العربي الاسرائيلي. ننسى الصراع العربي الاسرائيلي وننسى قضيتنا وننسى فلسطين. مش بس فلسطين، ننسى لماذا تم تاسيس الدوله الصهيونيه في ارض فلسطين كامن وطني مصري وكامن عربي وعرب مستقبلنا العربي. الامر الثالث هو ان ايران تبقى العدو كبديل لاسرائيل. ايران العدو، وعشان تبقى ايران العدو يجب أن نفجر الصراع المذهبي أو الطائفي السني الشيعي. يبقى هو صراع له الأولوية، سني شيعي، سني الحقوا الشيعة، الحقوا الشيعة، كأنهم ناس عفاريت بعينين حمراء وبديول وجايين ياكلون أمنا الغولة زي ما نقول، أمنا الغولة جاية تاكلنا. ده كلام خطير جدا، وده حفز بقى إذا كان ملك الأردن قال قبلها الهلال الشيعي، جاءت تسيبليفني كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية وقالت من حق إسرائيل الآن أن تكون عضوا في الحلف السني طالما أن العدو واحد وهو الإرهاب. العدو الإسرائيلي ولا الدول العربية أو نظم الحكم العربية هو الإرهاب. فرضت علينا معركة اسمها معركة الإرهاب وسمينا دول فاشلة بعد أحداث سبتمبر 2001 وغزو أفغانستان ثم في 2002 ثم غزو العراق في 2003. قالت ان من حق اسرائيل ان تكون عضوا في الحلف السني. وصل بنا هذا الكلام وبدات الاجنده. بعدها بشهور حصل حاجتين. اولا هود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي عندما ذهب لامريكا في رحله وداع لحكمه شكر الرئيس جورج بوش وقال له انه اعظم ما فعلت في تاريخك وانك غزوت العراق ودمرت جيش العراق وقضاة العراق، ودي اكبر هديه لاسرائيل. لما جه جورج بوش بقى برضه في رحلته الوداعيه في نهايه حكمه طالب الزعماء العرب هو في بغداد العمل على تجاوز تطبيع العلاقات البارد والعلاقات السلمية الباردة كما هي بين مصر وإسرائيل إلى تحالف استراتيجي عربي إسرائيلي لمواجهة الخطر الإيراني. لما أسمع الكلام ده إن أمريكا بتقول إيران هي الخطر، إسرائيل تقول إيران هي الخطر، إسرائيل ما بقاش عدو وفلسطين بتضيع وكل شيء، واجي أقول بقى سني شيعي والشيعة كفر بأي معنى. يصل الخبل ان يقول لك دول بيقولوا سيدنا جبريل عليه السلام اخطا ده كلام يعني سيدنا جبريل ده ايه يعني؟ اخطا في الرساله ربنا سبحانه وتعالى والقران الكريم. يعني ايه؟ يعني شوف اقرا ماذا يعني علي ماذا يقول عن سيده محمد؟ ماذا يعني فاطمه ماذا؟ الحسين الذي يقول حسين مني وانا من حسين. الرسول بيقول لماذا ناس هذا حب ال البيت؟ هل تدري من ضمن التغييب المذهبي أن الحديث الشهير تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله إيه؟ وعترتي من آل بيتي. واقرأوا البخاري لتجد هذا الحديث ثم الصيغة الأخرى وسنتي. إذا مسألة نحن آل البيت على رؤوسنا من فوق وأسيادنا وصحابة رسول الله على أسيادنا، ولكن خلونا نقص مع عمل أبو بكر عليه السلام رضي الله عنه عندما قال وليت عليكم ولست بخيركم أعينوني ساعدوني. مش إقصاء للمسلمين وإقصاء للناس وتفرد بالحكم ثم أن نستعلي على بعضنا البعض في إيماننا. وربنا بيقول إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا أنت مش عارف إيه؟ أنت بتقول إنك مؤمن وعامل لحية وبتصلي وبتصوم. هل قبلت؟ ده انت بتصلي وبتصوم وتزكي وتحج وانت في عرض ربنا سبحانه وتعالى ان يقبل منك هذا. دكتور لا تحتالي على الناس، لا تتعالى على الناس. انا بشكر حضرتك على التحذير والتفسير الاخير. الوقت آسف جدا انه لا بالعكس، يعني بشكرك جدا على هذا التفسير والتوضيح. وانتهى الامر بهذا الكلام عن المخاوف ان نكون جانب واعدائنا هم السبب، وعندنا اولويات، فقه اولويات ننقذ مصر مما هي فيه. ديننا دين عظيم ودين هو دين الخاتم ورسولنا رسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. دكتور محمد سعيد إدريس، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وشكرا على حيويه هذا الحوار.
شكرا جزيلا للدكتور محمد سعيد إدريس، ونلتقي بعد الفاصل بمجموعة من مقاتلي حرب أكتوبر وأيضا من المحاربين القدامى الذين يمثلون نحو 2 مليون ضابط وجندي سابق في الجيش المصري. عندهم كلام مهم جدا نلتقي به بعد الفاصل.